هضر معنا على رسوم السي محب نائب عمدة أو رئيس جامعة مدينة فاس، كذلك السي التداوي مندوب السياحة بمدينة فاس، الأستاذ بلخيات المدير الجهوي للصناعة التقليدية. ولكن الشكر كذلك هو لمؤسسة أناس والسيدة كريمة العوني لأنها آمنت بفكرة الشباب. لما تنقولوا المسابقة الكبرى فهي بالنسبة لمنظمة بدائل هي النسخة الرابعة، ولكن ما كانش يمكن تعطي هذا الاشعاع لولا يعني ان المؤسسه تاع اناس ويعني المسؤولين في قطاع السياحه امنوا بهذه الفكره اللي هي تجمع ما بين الترفيه اولا وكذلك لا فورماسيون وتطبيق ما يدرسونه هاد الطلبه في المجال السياحي، وستعطي ايضا اشعاع. مثلا تنشوفوا السي بلخيات معنا هنا تنقولوا الصناعه التقليديه والصناعه التقليديه والسياحه فهما يتماشيان يعني في جميع النواحي، وخاصة في مدينة فاس اللي تعتمد على السياحة الثقافية والسياحة ديال لي مونيمون. دونك هنايا حنا نعول على الشباب على الطلبة أنهم يخرجوا من الفصول ديالهم أنهم يطبقوا هادشي بواحد الطابع اللي هو ترفيهي وطابع تطبيقي في نفس الآن، واللي أنهم يمكن دابا يهبطوا ما نعطيش يعني شنو غيكون في المسابقة، ولكن يمكن يتلاقاو دي توريست إلى آخره ويحاولوا يقنعوهم، دونك داكشي اللي تيقراوه يحاولوا يطبقوه. فهادو هما الشباب اللي تنقلبوا عليهم حنايا في مدينة فاس وفي المغرب. إذا هذه كانت مبادرة نتمنى تكون هي يمكن الأولى في المجال السياحي في مدينة فاس، ولكن تستمر. وكما قال سي بلخيات إلا ما كانوش يدخلوا الشباب حنا في الساعة ديال كنظموا نبقاو نجيبوا لكم كل أسبوع الشباب. إذا شكرا للجميع، شكرا، ونتنظن أنه جا الوقت باش نعطيو انطلاقة رسمية ديال المسابقة. شكرا لحضوركم.